صباح الخير صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم اذا الله راد صرنا على اخر رمضان، ان شاء الله بينعاد عليكم يا رب. اليوم حنعمل حلو، بس اليوم الحلو حنعمله انا وجارتي كلاج سوري على الطريقه السوريه، فحبيت شارككم انا هيدي الوصفه. هلا معنا هون 2 كيلو طحين، ومعنا اللهم صل على النبي فانيليا وبيكنج باودر وعقدي صفرة، حبة البركة، هيدا شو؟ ينسون، شمرة، سمسم، سمسم، محلب، معنا بيض، سمنة وزيت وسكر. هلا أول شي شو بدنا نبلش نطحن؟ بدنا ننخل الطحين. بسم الله. هلا اليوم حلو سوري بمطبخ لبناني، كيف بده يطلع اليوم غير شكل. انا بعرف في كلاج عراقي كمان، سامعه شيء في هيدا الكلاج العراقي؟ بس انا بدي اعمل على الطريقه السوريه، هو كلياته طيب بس اليوم على الطريقه السوريه بس بدون تمر، بدون عجوه. اليوم بدون عجوه بدك تعمليها. يلا حنشوف الطريقه اليوم. الطحين كل ما تنخل بتعرفي بيعطي نتيجه افضل. اكيد. ما بقعد فيه تكتلات وهيك. وهيدا الكيلو الثاني. هلا بنحط كل الحوايج. هاي شو قلنا؟ معلقتين كبار ينسون. معلقتين كبار ينسون. كل كيلو بده معلقه كبيره. معلقتين شمره. الشمرة يعني الشومر، صح؟ نحن بنقول له شومر. شمرة. بعتقد شومر، نحن بنقول له شومر، انتم بتقولوا له شمرة. وهي كل كيلو طحين معلقتين شو اسمه حبة البركة. في ناس بتقول حبة صودا، حبة البركة. وهي كل كيلو معلقتين سمسم محمص. هيدا السمسم نحن حمصناه. كل كيلو بده معلقتين سمسم كبار. وهون في عندنا كركم اصفر معلقة وسط، ومحلب كل كيلو معلقة وسط. كل كيلو معلقة وسط محلب. ايوه. وهون عندنا فانيليا معلقتين وسط. كمان يعني لكل كيلو معلقة وسط. وهون والفانيليا كمان نفس الشيء. وهلا نخلط المواد الجافة كلها مع بعض. ايوه. بسم الله. هلا عم تخلط المواد الجافة كلها مع بعض. ونرجع بنحط السوائل. اليوم حندوق الكلاجة السورية. بنحط رشة ملح نسيناها. لازم للحلو رشة ملح. بسم الله. وهون عندنا كيلو سمنة، لازم كل كيلو طحين ينحط له نص كيلو سمنة، بس أنا ما راح أحط الكيلو كله، راح أحط كوباية زيت معه، خلي شي كوباية سمنة يعني. أيوة. بسم الله. يعني أنت حتخلطيهم سمنة وزيت؟ راح أخلطهم مع بعض وأفرك طحين لحتى يتجانسوا مع بعض، يصير رملي. بسم الله. هلا اضافت الزيت. لما تكون السمنه سخنه احسن حتى تطلع النكهات. ايوه ما شاء الله. هلا بلشت تطلع روائح الكعك. ما شاء الله عن جد. هولي لازم نحضرهم عشيه نكون فاطرين. هلا بيجوع الواحد. بس حلو الشغل الكعك بالعيد، عن جد حلو. تحسي هيك برهجة العيد. أكيد. الله يفرجها يا رب على أهلنا بسوريا وعلى أهلنا بغزة يا رب. آمين يا رب. الله يفرجها عليهم. الله يفرجها علينا بأهل الجنوب كمان يا رب. آمين.
نضل نفركها لحتى كلهم يخلطوا مع بعض. مش عجينة بتعجنيها، لا. بتبسيها بس. بس يختلط كل السمنة مع الطحين. مع الطحين. ايوه. هلا حطيتي كوبين سكر يعني كل كيلو بده كوب سكر. ايوه. وهون بنضيف كمان كوبين مي. ايوه عشان ندوب السكر. ما بيحتاج اكثر من كوبين مي. كوبين مي. هلا بتذوبيهم وبتضيفيهم. بنضيف الطحين. بسم الله. هلا ام محمد بتتركيهم؟ ايه بنتركهم نخليهم. ايوه هلا حطينا المي والسكر عليهم بنخليهم ليقبوها. قد ايه بتخليهم؟ خليهم نص ساعة. نص ساعة. ايوه بنرجع نعجنهم ونشتغلوا. ما بدهم اكثر يعني تريح؟ نص ساعة وبنبلش فيهم. بنبلش ان شاء الله. يلا نص ساعة وبنرجع لكم. ايوه هلا بدنا نعجنها. شوف ما شاء الله. لا غير شكل اسمه طالع على العجين. هلا لسه ما عجناها مظبوط. شوفي ما شاء الله. لا ان شاء الله. قبت كل السوائل. ام محمد انا شفتك بعد ما ريحتيها نص ساعة هلا عم تعجنيها. ايه وبعد ما ريحناها قبت كل السوائل. ايه بنرجع بنعجنها. ايوه. شوفي ما شاء الله. هلا هي لو عاملينها بالعجوة تطلع اطيب، بس جوزي ما بيحبها بالعجوة، بده اياها هيك بالتمر. ايه بالتمر. تمر. بالتمر هي اطيب. بس جوزك ما بيحب ما بيحب التمر فيها. خلص امشي اليوم على رأي زوجي. ما فينا نزعلهم. لا. هلا هيك لازم يكون سمكتنا بده اياها هيك. هلا بدي من الاطراف. هول الزوايد بتشيليهم. شغلة حلوة على فكرة يعني، ومنا معقد يعني، سهلة. مزبوط. اللهم صل على محمد. ام محمد وام محمد اليوم بالمطبخ. ام محمد شاطرة بالحلو، ليه ما بتفتحي قناة؟ ان شاء الله. عندك النية يعني. ضارب عليكي بعدين. ما بيأثر. ليه مش غلط؟ ليش لا؟ بتكبري القطعة. ايوه بنعمل هيك. ايوه فنانة كمان. هي شو قلتي لي اسمها؟ الكليجة شو؟ هي الكليجة الديرية. بس بدون تمر يعني. تقولون شبس. هدول طلعوا رقاق، لازم نسمكهم اسمك من هيك شوي. طلعوا رقاق. نسيتهم رقاق. فيك ترجعي هلا تسمكيها. هون حطينا صفار بيضتين، بنحط شوية بيكنج باودر، شوية فانيليا عشان الزنخة. هلا هول لشو بتستعملين البيض؟ بندهنهم على وش الكليجة. ايوه عشان يعطوهم اللون حلو.
هلا يعني بنحطهم على الوجه. ايه هلا نحن بهذا الوقت حمينا الفرن على درجة حرارة 180. بنحطه من تحت. بس شعلت الفرن من تحت. بدك تشعليه كمان من فوق ولا نشويه بتشوف؟ هلا نشويه من الاول من تحت بعدين إذا كان بدهم بنرجع بنشويه من ايه. هيك بتدهن الوجه. ايه. وهون صبايا عملنا صينية بالقالب. هيدا القالب. وهاي الصينية الثانية. هاي عملتها أسمك من هيديك طلعت شوي رقيقة. حسيتها رقيقة هدي. ما شاء الله. إن شاء الله بتاكلوهم بالهنا يا أم محمد. تسلمي. ما شاء الله. هيدي الكلاجة. أنا على طول عم غلط شو اسمها. الكلاجة السورية. ما شاء الله عن جد غير شكل. هون خلصنا وهلا نانسي بتدوق. يلا دوقي نانسي. رأيك. شو نانسي؟ كثير طيبة عن عن جد؟ جد كثير طيبة والله نانسي أول مرة أنت بتدوقيها. كثير عن جد طيبة؟ كثير كثير والله مثل العظيم. الكعك اللي نحن بنعمله أو لا غير طعم؟ لا تقريبا نفس الشيء. بس لو حاطين لها تمر جواتها تطلع اطيب. لا انا هيك بحبها بلا تمر والله كثير طيبة عن جد. يسلم دايتكم. الله يسلمك يا رب. وهيدي صبايا لكن الكلاجة السورية. إذا عجبتكم ما تنسوا اللايك. ما تنسوا اللايك والاشتراك والكومنت وشكرا كتير.